السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ننتقل لثاني الأخبار الاقتصادية المحلية لهذا الأسبوع واللي تجينا من جريدة الشروق. أكدت شركة فوسفات قفصة أن الإنتاج ارتفع بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول من عام 2024. الارتفاع هذا أكيد عنده عدة أسباب، نذكر من أهمها إدخال مجموعة من الآليات الثقيلة للرفع بعدة مواقع، عندنا أيضا الحد من الإضرابات في القطاع وتحسين عمليات النقل. قطاع فوسفات من غير إضرابات من نجم يكون كان قطاع ناجح سي عبد اللطيف. ناجح اكيد، لكن التكنولوجيا معدة والمعدات قاعده تتطور في العالم. كيف نشوفوا دوله كما شقيقه المغرب كيفاش عملت بايب لاين في النقل. اشكاليه النقل لازم نتغلبوا عليها، ومازال اشكاليه النقل راهو اليوم ثقيله ومعطله برشا الانتاج هذايا. كذلك التحويل على مستوى التحويل، التقنيات تبدلت، واحنا المفروض انه التقنيات هذه نجدوها ثم استثمارات. انا ايش قاعد نقول بكل لطف، نقول يا خويا هاو نبدلوا. كيفاش نبدلوا؟ شوف عملوا في البرتغال، عملوا في دول اخرى. اجا لازموا مثلا على المزودين ما يدفعوش الفلوس الكل، اما يخلقوا شركات في الجهات يتلهاو باللي زون اندستريال، يتلهاو باللي تكنو بارك اللي حالتهم حاله راهو نعرف ناعمه نقول. معناتها مشيت لسيدي ثابت وزرت الفجه يعني نبيعوا في الاراضي ونقولوا للناس اجاوا من برا باش تستثمروا في تونس. هذا راهو ما عادش ممكن اليوم، وقت اللي فما دول كيما المغرب قاعدين كي يحضر لك تكنو بارك ويحضر لك الاقتصاد يحضروا كامل بالخدمات نتاعو، والخدمات فيهم الجيل الخامس. بين الشعارات الفضفاضه والواقع يا اخي. امريكا البنك فيدرال هي الكل، البنك الفيدراليه الكنديه هي البنك الفيدرالي الامريكاني تجاه الدوله ليس في استقلاليه اطلاقا. واحنا عملنا الدينار وهو اللي يعمل الدينار، وقال لك لا نعمل بلانشابيي. تعرف انت كي باش تعمل ورقه 10000 و 20000 تعرف قداش يطلب الوقت؟ خاطر احنا صحفيين يلزم مع مين؟ ما اللي تتفق عليها وتعملها وتمشي وتتباع في الخارج. نعم. البلد العربي الوحيد اللي يتبع فلوس توا في العالم العربي شكون؟ المغرب. وتعرف كيفاش المغرب؟ حتى سوق المغرب اللي فيها 36 ولا 40 مليون ما تسمحش دخلوا اموالهم تاع بلدان افريقيه بتاعهم باش يدفعوا، خاطر ثم ايكونومي ديشيل. فهمتي؟ اكيد. دونك معناها يلزمك باش خاطر حاجه كبيره دقيقه جدا. احنا كنا نتبعوا في كلادمون فيرون، توا نتبعوا في النرويج وقت يخرج التصويره مع توحيده بالشيخ، هذيك لو قبل بعامين عملوها وجات وقت الكوفيد خرج. وبالتالي لا استقلاليه للبنك المركزي تجاه الدوله، لكن استقلاليه تجاه الحكومه. لانستيتوت دي ميسيون يسموه، وهاو سي منصور بعد مازلت كي قريت كتاب عاودت قريته كيف يلزم نقراه ولاو الناس الكبار الشكل كتب كتاب اسمه من الاستقلال الى الثوره، ويقول فيه الانستيتوت دي ميسيون يكون مستقل تجاه الحكومه وليس تجاه الدوله. والحكومه لا تتصرف هي الدوله. كي تخلص المعلم يا اخي، المعلم يخدم في الحكومه يخدم في الدوله، وكي تخلص الطبيب هذيك التريزور تبع الدوله التونسيه. الشنوا كانوا يجينا 3000 يجينا 30000 توا نجموا نجيبوا 100,000. الشنوا لا لوكاسيون توريستيك نتاعهم 150 مليون. المغاربه لا لوكاسيون توريستيك نتاعهم 10,000 يورو، وهما المغاربه ويحبونا المغاربه ويحبوا يجيوا لتونس، لكن ما حلنا لهمش البيبان. شفت تركيا اليوم قالت لك نحب نجيب مليون سعودي سنه. دونك يجيو على الرمله البيضاء، لكن تو ولات ثم سياحه صحراويه وسياحه ثقافيه وايكولوجيه، ولا يمشيو للشمال الغربي وغيره. هنا الموديل نتاع السياحه الحالي اهترأ ما عادش. الاول انكلوزيف، نسبه العود المغاربه يرجعوا لهم يجي 60 70% من السواح نتاعهم. اخواننا في المغرب نحييهم، خدمه يعطيهم الصحه. اليوم مالكش من اعز مدن العالم. شارع قدير تولوجي 50 كيلومتر، عملوا حاجات ما تصورهاش في بالك. اليوم يلزمنا نمط جديد نتاع سياحه، وهو سياحه المؤتمرات. هاك شفت انت نهار اللي وقعت مشكله في قصر المؤتمرات في الكلام كنا باش نحيوا بعض الكتاب على ما دخل اي جمهوريه مره اخرى. وكذلك تحفيز، وعندنا مثال نتاع المملكه المغربيه هاي بحثنا عندهم تحفيز قاعدين يعملوا فيه الى الاطباء الى الاساتذه. احنا يقول لك فلان عاقبته، هاي عاقبوه وين باش تيشوف؟ بعد يمشي قال في سريانه امان، قال في سريانه عقوبه اللي هي سريانه تشبه سويسرا وتعطي فتواتها في القمح وتعطي فيهم في الزيتون كذلك غابه فيها كبيره وتعطي فيهم في الحليب. دونك اليوم يلزم نعاودوا نرجعوا المنظومه ونحاولوا وأن نتلهوا برجال التعليم، خاصة المعلمين. لو المعلم ولدك صفحة بيضاء، ولدك ما تخليش عند خوه وتمشي تخليه عند المعلم. المعلمين ياخذوا في 1,200,000 ويكمل الكادير بتاعه 1,400,000 ومن بعد تلقى كوادر ياخذ 130 مليون.
دونك معناتها الحقيقه يولي ما عادش يقابل بعضه، يولي لازمنا نفهموا وين بالضبط فما الخلل وين. وقت اللي التونسي اليوم يخزر على اليمين يخزر على اليسار، يقول هاي تتحرك شويه في ليبيا الامور، هاي متحركه في المغرب، هاي متحركه في وهو والتونسي يحب على مستقبل افضل. هالمستقبل الافضل هذا مفاتيحه في علاقه بالاستثمار وين يا سي خليل؟ وين المفاتيح؟ وين المفتاح في تحرير المبادره، وتحرير المبادره ماهيش في السيكتور البريفي برك، حتى في السيكتور الببليك ما عادش فما مبادره في السيكتور الببليك اليوم. علاش نعملوا في الفصل الاربعه؟ نعطيك ان اكزومبل، ناخذوا ان اكزومبل كونكريت. علاش عندنا ثروه اسمها فوسفات، قاعدين نصدروا في الفوسفات ملفين باينه تراجع. بالفعل احنا وين نقارنوا السياحه نقولوا في المغرب، الفوسفات في المغرب، يعني الاستثمار الاجنبي مشى للمغرب. فالمغرب يا اخي كانت انت اليوم تقارن في روحك بيه، وبالفعل هي تجاوزتنا بمراحل وصح عليهم، احنا شقانا ونحبوا لهم كل الخير. مازالونا تقريبا 10 دقائق. عندك تفاعل سي جمال مع المساله؟ باهي تفضل قبل ما نمشيو عنه. كيفاش نقبلوا انه تسحب معناها بقانون نتاع 2016 بدعوى انه قانون معناها استقلاليه البنك المركزي؟ انا الحقيقه معناها استغربت من الموقف نتاع الاتحاد اللي ما كانش صارم معناها في مقاومه هذا القانون. هذايا ما صارش حتى في مؤسسه، حتى تجربه. يبقى معناها مساله العمله الاجنبيه اللي هي باش تكمل تجسم معناها تنميه الشركات هذه، خاصه كان نتكلموا معناها على شركه الطيران باش تشتري طائرات الى غير ذلك. احنا معناها يلزمنا نذكروا اللي بانهيار قيمة الدينار، الطيارة اللي كانت تسوى مثلا في 2002 100 مليون أورو كان نشريها تقريبا 119 مليون دينار، في 2010 ولات 190 مليون دينار، اليوم ب 300 تقريبا 40 مليون دينار. وهذا علاش يعني ما صارش معناها اندفاع نحو هذا الباب. ايش معناها؟ أنا جيتك سيدي خلي يكمل فكرته بعد نعطيك المجال تجاوب. ايش معناها؟ أنه تسعيرة الدينار ولا المستوى اللي يوصل له هو محور المشكل في البلاد، وأنه المغرب الشقيق مثلا وقت اللي تفاوض مع الاتحاد الأوروبي في 96 معناها شرط أنه الدرهم يكون مرافق لليورو، وهذا معناها مسار وهو قرار سياسي مش قرار يعني اقتصادي. أي مش اقتصادي ومش مش بتاع معناها عملة نقدي، ما هوش قرار نقدي، هو قرار سيادي وسياسي. لو عملنا نفس الشيء، انا نذكر معناها صدر معناها في الموند دبلوماتيك تقريبا 96 مقال معناها مهم جدا حول الوضع نتاع تونس عندما وقعت في الاتفاق الشراكه نتاع 95. قالوا البلاد هذه اذا كانت تتيح العمله نتاعها راهو باش معناها تتضرر ضرر كبير جدا، مع الأسف هذا اللي صار. لذلك نرجع للمواضيع هذه اللي هي باش تحرك النمو، وهي اللي باش تدفع معناها الاستثمار، وهي اللي باش تكون النواة الأولية واللي يلزم معناها الحسم فيها نهائي.